كل لحظة مر عليك بلجن اشوفك، كل لحظة مر عليك بلجن اشوفك. يعطيك العافية يا أبو حسن، حياك والله يرحم والديك على الاستقبال الطيب زين والمحل شرح. طبعا عرفنا باسمك. مهدي عبد الله سلمان عسيف، صانع السلال، منطقة الشرقية. طبعا هذه المهنة هذه قديمة توارثوها إن شاء الله من الآباء إلى الأولاد إلى الأحفاد، ولا تنقطع هذه المهنة جميلة. كان زمان الأول كثير اللي يشتغلوا في هذه الشغلة. سنة أنت تشتغل فيها؟ 40 سنة. مع القاعدة 1000 ريال. 1100 1200. هذا قطة. هذه قطة زي هذه تطلع. وهذه قاعدة. هذاك القطة وهذه القاعدة الحين. الحين نسوي القطة حق القاعدة هذه. حق القاعدة. وكان الأول صحيح الناس يعني ضعف عندهم، بس نفس اللي هو عندهم النفوس أكثر أطيب من حين واجه. عايشين في النخيل. كنا في هذا اللي غربي هذه. الغربي هذا اسمه الحين النخل الغربي. هذا اسمه الجدوارف. طلعنا منه ورحنا قريب عين القصير. هذا عشت فيه كم سنة هني؟ ما دريت أنا يوم نطلع بعدني صغير. كان والدي هني كان. يمكن 4 سنين لو 3 سنين. الحين اللي في الملعب كورة عند الخويلدية. ايوه كنا في هذا. سكننا فيه 7 سنين. من جيرانكم هناك في على النطار غربينا. منها ابو حسين؟ النطار عبد الله النطار ابو سلمان الله يرحمه. ومن غربي اللي هو بيت هاشم، هذا اللي عند عين القصير، وعبد الله بن سلمان في القصير، وعندنا اللي هو سيد حسن والسيد موسى في جنبهم، وعون وابو عون مكاسم، حق علي مكاسم. والله بعدهم يخروا، حطوا عليهم سمه وورق موز وكذا حاجات، بس مع الكثر المطر ينزل. ما في كان موجود، لا موجود باغات، موجود حاجه ولا تربه. الديره ما قلنا لها الا يوم ابتدينا في البنيان البيت. زين كانت الديره عشيش ولا بنيان بعد؟ لا كلها اكثرها عشيش. كلها عشيش قبل ما يصير البنيان. في عشيش، في منابي، في زفن. هذاك غير شغلته. هذاك الصفان هذا اللي بالاعواد ماله بالحبل. بالحبل اي. هذاك يصير شغلته غير هذا بس طرافه مع القريد هذا ومربط. هذاك لا، هذاك شغلته غير. طبعا الديره كانت بس داخل الديره، ما في لا المنصوري ولا لا المنصوري ولا معقلين ولا الستان سليماني ما في. بس وسط الديره، بس داخل الديره. ما في الا هذا البيت الجارودي طلعوا في هذه القطعه. الحين بيت الجارودي الاولي القديم هذه سنه ما بنينا احنا، هم يبنوا. صار له اكثر من 60 سنه. 60 سنه من البناء. اي اكثر واكثر. اي اكثر. لان مال كله، لان بنيانه جص، دورين كامل كله جص. لا سميت بس قديم. بس ما يبين عليه انه هو بسميت، لانه كله حجر مال البحر. اي كذا نفس الشيء. حتى بيتنا بعد سميت بس حصى. هذا بيتنا، بيت السيف، بيت عواد قام ما يهاجمه، نفس الشيء كله بحصى. يلعبوا الاول خشيش يلعبوا هو زي ما قال ابو خالد، يلعبوا الصبه، يلعبوا التيله، حطوا لهم تيلتين قدام وإذا ضربهم بالتيله اخذهم. الاول الناس بعد قله يعني، مو مثل الحين. الحمد لله الحين خير اكثر. وصحيح حق الطبخ وحق كل شيء، ويجيب حطب وناس يجهزوا محل.
وبعدين ما يشوفها ليلة الدخل الزوجة. الزواج الأول إله تظهر إله شوعة إلى الزواج، ناس تطبخ وناس باشر مني وناس. الحين ليلة الزواج ما حتى بيت المعرس ما في ضوء، حتى لو كان يعني واحد مثلا ضعيف لازم على حد قد حاله يسوي مثلا ضيفه، يسوي يوم ثاني غدا، الليل عشاء. اما له هذا الديك يعني يقول لك هذا فدوى الى المعرس. تقسيم العذرة، تقسيم العذرة زي ما قال ابو خالد الحين. بعد ما يذبح الديك وين ودي؟ يدفنوه. يدفنوه يدفنوه. مثل اللي مؤسس مثلا منزل يجي يذبح على ديك ويدفن ثاني. وين سبحوه؟ صبحوه يعني يوم الغسالة رواسية، رواسي. وعلى حمار حسن ولد يحيى الله يرحمه يوم الناقلة هنا. أكثر ما في الأول طيران، زمان الأول الأكثرية طيران زين يزفوك عرضة يعني الى وين بعدين جلسوه؟ إلى البيت. جلسوك برا ولا؟ لا منوصل بعدين، إلا بعدين تالي يلبس ثيابه النظيفة بعد العشاء ويجلس المولد. إيه لازم احنا. ليه؟ وش العادة؟ أجمل له عرس له. اوه اجمل. إيه طبعا حنا وعدل لازم. العزام الاساسي في الدين. احنا لحقنا على اللي هو رضي البحراني الله يرحمه، هذا من الاولين. رضي البحراني من هو رضي البحراني؟ اللي كان ساكن هنا بشقة محيميت هنا، جيت بيت الصقر. ايوه بس رحمه الله عرفه. هذا هو، هذا رضي. وكان كاظم الفلفل بعد يعزم. كاظم الفلفل هذا ابو مين؟ هذا ابو محمد وابو علي اللي عنده دكان الخضره، ابوه محمد الاخضر. والثالث سيد جعفر بعد الشاخوري اللي يعزم. هذا عزم واجد سنين واجد يعزم سيد جعفر. اكثر شيء هو سيد جعفر عزم، وبعدين سعيد مال الله قاعد يعزم. تالي هذا الاخير يعني. قراين الاول اللي هم بيت بن ناصر حق عبد الله، سيد حسين العوامي، ابو طاهر، وهذا علوي معلم والله نسيته انا. وهذا هو من محمد بحميد يمكن. اول اللي محسن من خويلديه، وهذا اللي من سويشه عبد علي هذا محسن، وهذا اللي من الخويلديه هذا دائما في التوبه. هو اخوه من بيت من قاسم، هاني وحج علي. هذا كان حج علي من قاسم، بعدين اشتغل تبع المستشفى. فيها 3 حلاقين الخويلديه، يجوا يطبخوا يعطوهم، لازم يكرموهم بعد. كان الاول في طباخين المعروفين واجد يعني كثيرين. كان الاول يروح في الحملات الحجاج، هو اللي سعيد اللي هو هذا المحيى الله يرحمه، هذا دائما في الطبخ موجود يعني. ومسلم حداد بس يعني مو واجد، بس يشارك مع زواج ما زواج يشارك في الطبخ. وحق علي اخوه اللي موجود الحين، هذا بعض الزواج يحضروا. وسجاد الله يرحمه من تالي دائما الطبخ موجود. والمساعدين واجد من تحتهم. وانا الطبخ وظيفتي في بيت الحين هذا اللي تحت بيتنا ضاحيه.
اللي فيها بيت الحين ايوه. السادة، إيه. هذه الضيفة هنا طبخوها. الضيفة كانت هنا، كانت إيه. أرض فاضية. لا نخل. نخل. اي بس طبخوا فيها. والعشاء في بيت النشمي الله يرحمه صالح، مربعة في بيتنا وفي بيت العسيف فرقين. ملابس يحطوا فيها حق الملابس ويحطوا فيها حق لهم ذهب حتى الأول. زين الذهب هو ايش؟ ذهب وحاجات ثانية، ملابس، ومشوا الحال. والحجرة ذكي ما حطوا لها سناحات وحطوا لها مناظر، ما لحقتوا عليها من تون. سناح خلق مدايرة الحجرة. أوه. سموه سناح. نعم. ولا ما في كهرب حط لهم تريك، غاز، من اللي يبيع الغاز؟ فوانيس. منو اللي كان يبيع الغاز؟ سيد حسين. ومن بعد؟ يعني أكثر شهور. نعم. عبد الحسن الله يرحمه الموسى بعد يبيع غاز بعد. إيه من تالي. تالي من بعدين. سيد حسين قديم. ذاك أقدم واحد. سيد حسين، سيد رضي. إيه سيد حسين الله يرحمه بيع غاز، ولا عنده فديك ولا حاجة يذبحها. طاقة الكهرباء الحين كم؟ يعني وصلت لها 40 سنة 50 سنة. هي كان مواطير. أول من جاب ماطور كهرباء في التوبي منهم؟ من جهة الشمال اللي هو في والبيت فلفل علي الفلفل. حج علي وين حاطين كان؟ في بيتهم. اللي هي اللي غربي. ايوه وزع بس من هناك يعني من جهة الماطور. من جهة لا منا. ما في نخل. تالي جابوا ماطور هني في القوع، واللي يشرف عليه البشراوي. تالي حطوهم جميع مواطير، اشتركوا ماطور الفلفل وماطورهم، سووها شركة واحدة في القوع. وبعدين جت الكهرباء كنسلوا المواطير. أنا شفت الديرة ما فيها كهرباء. صابات هذه القديمين، البيوت القديمين يسقف طريق، شوف عاد يصير حظ هذا ولا حظ اللي من هالجهة. الصابات اللي بيت عند البيت المعلم، هذا البيتين إلى هاشم سوى صابات. بس الصابات اللي عند بيت جارودي هذه خين يلحق الشمال، بيت الشمالي من الشمالي والجنوبي إلى الجارودي. بالجارودي شمالي أخذ سيد علي بوبلي الله يرحمه، صار يتبعهم الصابات على ما كان. هذا بيت ملا محمد كان يعلم فيه الأول الأولاد، يعلم فيه اللي هو القرآن. حسن توفى وأحمد توفى. كان يقرأ موالد. يقرأ بس مو كثر هذولين، هذا أكثر ذولين. بس يقرأ وفايات وفايات يقرأ. سيد حسين يقرأ وفايات، يقرأ مواليد. سيد حسين العوامي هذول من القدماء يعني الأولين. 35 سنة 40 سنة تقريبا بالراحة. ومن قبل بعد اشتغلت بس تركت وانا عمري يمكن 10 سنين وانا اشتغل اسوي بغير غطيان. او في البداية انهم متحولين في المهيري، وعندنا الخرابة، وعندنا الخضيرة، وعندنا بابة حبش. رحت اشتغلت في مطار ظهران أكثر من 15 سنة تركته. يجيبني العيال كبروا ولا يدروا أنا أشتغل الشغلة هذه. لما توفى الوالد تم السامان، قام أخوي سعيد ابتدى يشتغل فيها شوية، وابتدينا في الشغل. واصلنا
إلى جت المهرجانات سقعتنا زيادة، ورغبنا في الشغلة هذه وما زالت نمارسها، وإن شاء الله الجيل الجاي الحين قديم ما يتركوها. استخدم العسل وعيدان مال الأسيار يرزان، والمكيال استخدموا مال التوت العيدان. القاعدة فيها اللي هو مال العسل، البداية سموه ربط أول ما تبدي، بعدين إلى كمل هذا العسل سوي لها السنجاف، لا خلص السنجاف تقصص العيدان الزيادة وتثبت العيدان وتعطفها وتبشي عليها العسل. هذا موجود الحين، لأن تاخذ وقت محل النظام. اي واحده العطفة هذه، وهذا حق المقبض، إذا خلصت تفلها تحطها في الماء شوي وتكملها. إذا كملت السلة كملت الكفافة تبتدي اللي هو في المقبض. هذا غطاء سدي الحين، هذا سدي. الوردات هذه وردة سموها، في وردة غامقة في وردة فاتحة سلة. مثلا في اللي هو الشكل الثاني تحط 4 أدوار أحمر، خلص تحط خضراء، خلص تحط حمراء، ما في فاصل. صوب كرمز سموه، هذا اللي هو موجود. يوردوه من الهند، نحطه في درام كبير ونشغل عليه القز، لا من يقلب الماء تحط الصبغ، لا من داب الصبغ هذا تطرح العسل وتحركه بحاجة إلى من تشوفه لون عدل، وتجيب له حاجة وتشيله منها هذا وتنشره برا ينشف. لا من نشف تشيله تصرره، تالي خزنة تستخدمه. الأبيض لما يبس الأسل تجي له وتقمعه وتحطه في محل ما يجيه شمس، ما يجي مطر، ما يجي تستخدم حاجة اللي تبغاه. مثلا تشيله وتودي الماء حد الشغل. طبعا بالنسبة للأبيض ياخذ وقت أكثر من المصبوغ، المصبوغ أقل وقت ياخذ. ونفس الأسل هذا نوعيات بعد، في نوع ياخذ له وقت اللي هو مثلا مال الشمس يطول أطول من اللي مال الظلة. الجيرزان الجديد أسرع من العتيق ينقع. زرع في المزارعات، محل الضلوع، مصارف. هذا يبغى ماي، دائما يبغى ماي يمشي. لما يصير في مكان ماي ما يتحرك ويملح الماي يموت خلاص. نقشره، اطلع عصايتين ونخرط عليها مقشرة، وتنشره في الشمس يوم تشيله ربطه. واللي ما تبغى تقشره يبسه بالقشور حق التلوين، تلون بالقاعدة، تلون بالكفافة، تلون على الوقت. الواحد مثلا لا واحد قاعد كل يوم مثلا 3 ساعات
يحتاج أكثر من ما يقعد ساعة واحدة. لو قعد ساعة أو ساعتين ما ينتج واجد. إذا صارت الشغلة مثلا مريحة، ما فيها عواج، ما فيها شيء، ما تتكسر العيدان، الواحد يقدر يشتغل يعني ينتج أكثر من لما يصير فيها تكسير وفيها غلط. لما يصير فيها غلط مثلا تريد تعيدها من جديد. مثلا غلط مثلا في الوردات، تحط مثلا حمراء حطيت خضراء، فما تبغى ما تصير الشغلة مخربطة يعني. السؤال عدل هو مضبوط. مثلا هذه سلة حق رطب صغيرة، الكبيرة سلة مثلا مخرفة حق اللي ينزلوا بها الرطب، هذا حجم ثاني. السلة الكبيرة سموها سلة معاريس، اللي مثل الأول حقت الزواج. اللي هو أصغر شيء 1000، اللي أكبر منها 2000. هذا زمان الأول اللي يودوا فيه الرطب حق الشركة مال القطيف، أهل النخيل، فيهم ربع وفيه 1000. أصغر شيء هذه 1000. كان زمان الأول يودوا الرطب إلى القلعة، يودوا رواتب يحطوا فيهم رطب. واحد مثلا عليه 2000 رطب يودوا فيها السلة هذه، اللي أصغر 1000 يعني كيلو تشيل لها. الأول ما في بالكيلو، ما في إلا ربعة ونص ربعة ورطيل وربع رطيل ونص رطيل. كان زمان الأول. بعض اللي هو مشايل عراض، عريض وهبيط، هذا شيء واجد. اللي ينزلوا بالرطاب سموه مخرفة، هذاك من التوت، أي عيدان التوت، وهبيطة وعريضة أساس تصير أريح. تنزيل من النخلة أريح من الرفيع، يعني شغلة الفلاح بس يخرف رطب إليهم. راتب لا راعي النخل. في بعضهم 4 شهور، بعضهم شهرين، بعضهم 3 شهور يمشيهم كل يوم. والليمون يودوا له موز، إذا في النخل موز بعد فيما بين فترة يودوا له ليمون. هذا رسمي على الراتب، 3 لوميات 4 لوميات كل يوم. مفتك ما يشتري شيء. وإلى حليب وإلى هدهن وإلى فرارج وإلى صبرة. شوف هذا النخل الكبير مثلات اللي هو 100 قلة 200 قلة 300 قلة عليه كل سنة. صغير بعدني بالراحة 60 سنة. هذا انتالي بعدين يوم جبت عيال وكبروا وتوفى جدك اشتغل، ولا من قبل أنا اشتغل. حتى جدك الله يرحمه يقول أنت ما بتعرف تسوي هذولين مقابض، قال لك ود عمك طلبك ما عليه. ثاني يوم وقعدت أشتغل، اشتغلنا فيهم. سيف نصل على البلد اللي جايين منها احنا، من ندري وينه. احنا شفنا اللي احنا في التوبة وخلاص. السيف قبل ما يشتغلوا، بس أنا شفت جدي وأبوي الله يرحمه يقولوا جايين من عصفان ما بين المدينة ومكة بلد، الله أعلم. جو ناس هنا وناس في السويكة. ناس يقولوا أول جو هنا
اللي هو التوبي. تالي راحوا منهم ناس هناك. ولدي وين الأصح يعني يصير؟ الأول ناس تنقل من محل لمحل، ناس يروح البحرين، ناس يجون هنا، ناس يروح الكويت، سكين ومقاص مسللوا مثلا محل مضايقة، ولو المثلات بالنسبة للعطفة بعضهم يصير صعب، مثلا تثبيت العود يصير صعب، فالمع المسلة كده يسوي له مجال يصير أريح. والمقص، سكين، هذه الأدوات. أصعب شيء هذا اللي فوق، هذا أصعب، لأن هذا صغير وكلفة شوية. بس لما الإنسان مثلا يتمرن على الشغلة يصير عنده سهل شوية. أهم شيء ما يصير فيه اختلاف، وهذا اللي يصير تمام. ولا مثلا يصير فيه ميلان ولا يصير فيه غلط ياخذ له أكثر، ولا يطلع الحجم المطلوب، لأن كل حجم له مقاس. بعضه يصير فيه مثلا تغلط فيه حاجة، مثلا يصير فيه ميلان، مثلا القاعدة خاصة اللي هو القاعدة اللي تحت لما تصير ضامة شوية على تحت تصير أثبت ويصير فيها ميلان، مثل العسق هذا الميلان فيه، هذا استخدمه كله حق القاعدة. طلب زين الحمد لله. مرغوبة والله. مرغوبة. قلة الإنتاج قليل. لو كان فيه كل بلد فيها 2 3 كان غطوا، مثلا لو في الأحساء 3 4 يشتغلوا ما جو لك هني. وفي الكويت وفي البحرين خلاص. شوف المنطقة اللي هنا القطيف ما في القديح، ما فيها صفوة، ما فيها العوامية، ما فيها تاروت، ما فيها من الحمام، ما في، يعني كل البلادين ما فيهم، محصورة كلها على المنطقة هنا. كان الأول واجد بس الحين خلاص ما حد وارثها يعني. ما حد وارف، ما يبوها. كان في تاروت، في ناس يشتغلوا فيها بس تركوها الحين. لا جعفر ما يتركها خلاص، الحين صارت عنده ممتازة السجاع. الواحد لا رغب في الشغلة خلاص يصير عنده عادي يرغب فيها وينتج أكثر، وكل ما قل بعد يتطور الشغلات. أما لما يتركها خلاص ما يصير بتطور في الشغلة، مثل البناء، مثل النجار، مثل الحداد، خلاص كل ما جله يزيد في الإنتاج وفي زيادة الحاجة. نصيحتي يجدوا في الشغل ويصير الإنتاج أكثر ولا تضيع الشغلة. كلمة أخيرة، نشكر المصورين اللي شرفونا اليوم بحضورهم في مزرعة بعسيف، جزاهم الله خير ما قصروا، يعطيهم الصحة والعافية. شرف بحضورهم هنا إلينا، وإن شاء الله مرة ثانية أجمل وأجمل.